سلام على رسول الله. إلى جا سيدنا محمد، اللهم عجل علي. هادي في خاطر اللي خرج المدونة صغرت لي حد صغريته. لا يخطيكم علينا. صراحة الله تهليتو في صراحة الله في عطيتو القيمة للمرأة بزاف وعجبنا الحال صراحة الله. علاش حنا المرأة خاصها تكرم. المرأة راه اش نقول لكم، شي حاجة كبيرة فوق هذه الأرض. المرأة والله العلي العظيم المرأة تستحق كل التقدير. وشكرا والله يخطيكم يا المتتبعين الزوينين يا الفنين يا السلام عليكم. انا سعاد الادريسي، كنسكن بمدينه فاس. عندي 4 الوليدات، عندي 2 وليدات. وعندي البدايه ديالي في اليوتيوب كانت عندي حب الناس وحب هكا نتعرف على الناس، وبغيت ندير اليوتيوب حيت الاخت ديالي كانت دايره قناه ديال الحنه والناس كيمشيو عندهم وتعجبهم ديك المحتوى وشجعونا عليه. وتا انا قررت ندير قناه، وكما قلت لك انا اجتماعيه. المحتوى القناه ديالي درت فيها في الاول ديالها كنت كندير هكا غير الحنه، وفي الثاني وليت كندير فيها اليوميات ديالي مع وليداتي مع راسي مع الاصدقاء. كل مره حسيت كنجمع فيديوهات هكا ديال نقش الحنه وكندير المهنه ديال النقش. عندي هوايه من الصغر ديالي، مكتاب. سبحان الله الهوايه ولات مهنه، احترفتها ولات كنبغيها بزاف. عندي عزيزه معلمني حتى واحد، يعني انا كنت كنمشي مع واحد المعلمه هكا في ديك الايام د العواشر، كانت كدير في الاجر زعما في اليتامى في المدارس. المعلمه كانت في المدرسه النيت، كنت انا كنقرا في المدرسه، وكنت انا قلت لك كنبغي الحنه وتتشوفني كندير النقش، كانت كتقول لي عاونيني في اليتامى، كنت كنمشي نحني انا وياها ليهم. هي هذيك عاوتاني. وشويه واحد الجاره ديالنا الله يرحمها حتى هي كانت مسكينه كتجي تحني لنا وكدير فينا خير كبير، كتحني لي انا وخوتي الله يرحمها ويرحم جميع ام سيدنا محمد. منها خديت حتى هي شي شويه، وانا كما قلت لك عندي حب الحنه وحسرتها وتبارك الله وبرعت فيها، وكان فاس كله كيبغيني من الصغر. ملي كانت في عمري حيت الكلمه ندير معاك وكنمشي عندك وما نتفلاش عليك، والجوده في الخدمه وداك الشيء ضروري انك تكوني مشهوره، حيت الا كان عندك هذا الشيء هذا تكوني مشهوره. انا اللي علمت سميره، حيت نجد كانت صغيره، حيت نجد راه هي صغيره، المهم ماشي هي صغيره فينا ولكن تقريبا هي صغيره. كنت كندي معايا سميره، وسميره تبارك الله راسها خفيفه، غير تشوف الحاجه في البلاصه كتقلعها الصلاه نبيع ليها، تقدر تدير شي حاجه، تزيد هي شي حاجه من عندها وكدير داك الشيء غزال تبارك الله ما شاء الله. وفي التالي انا وسميره ملي كبرت نجاة بقينا كنتناوبوا على نجاة، مره كتديها هي مره كنديها انا، حتى احترفت المهنه ولكن بصعوبه. شي شويه نجاة في الاول بصعوبه، وفي التالي تبارك الله بدعت فيها، عطات ما احسن. تقدر تعيش اسره خصها يكون الانضباط وتكون الخدمه زوينه وتكوني مزيانه مع الناس ومع لي كليون ديالك، وتكون بشاشه وفيك واحد، ما تكونيش شي وحده من كتدخلي عند الناس وتكوني مكمشه، وتكوني على الاقل فيك ديك الاكسبيريونس، كتدخلي كتحكي تزهدي، حيت العيالات كيبغيو هكاك تفرجي عليهم، هما دايرين عشيه باش يضحكوا ويحنيوا وينشطوا، ماشي باش انت تمشي وتبقاي دايره هكا معبسه. وميم طول الخدمه تكون ما تنعيش معاهم شي ظروف، ولكن ان شاء الله راني دايره هكا الاجراءات القانونيه باش ان شاء الله يرجعوا لي وليداتي، وملي يرجعوا لي وعادي ان شاء الله ندير معاهم ان شاء الله ما اكثر ما في جهدي باش نرضي. شنو نقول لهم، انا هما اعز الناس عندي في الدنيا، هما والديا والله سبحانه. حاليا ما تشوفهمش يوميا وكنتوحشهم، وكنكون بوحدي تنبقى تجيني الدموع. نقول الدور هذيك اختي وعزيزه عليا وخوتي كلهم من الاول حتى التالي. انا وسميره كنا من صغرنا وحتى تزوجنا، وحنا شنو نقول لك بحال ديك الفوله اللي كتكون هكا، فوله كتكون فيها هكا، كتكون مربوطه وحده باختها هكاك. الزواج هي تزوجات وانا تزوجت شويه، بحال بقينا كل واحد مشغول مع حياته. راك عارفه انا ولدت وليداتي، هي ولدت وليداتها، صافي كل واحد بقى خايد مع الدنيا. اللي ما كيعرفش على حسب، فهمتي شنو نقول، خص الانسان يكون متفاهم، ما خصش يكون الغدر، حيت الا كان الغدر ما يفرق. يكون الانسان واضح ويكون صريح وشي ما يدير شي وشي كل شيء. بحال دابا كون انا نلقى الخير في ديك الانسان اللي كنخدم معاه، علاش نخدم معاه، علاش انا نمشي ندير ديالي غير معاه، حيت كل واحد والحاله ديالو على حسب. دابا انا الحاله ديالي بوحدها مختلفه، انا ماشي على الماديات، ظروف خاصه، ظروف كنت كنعيشها شحال هادي، ولكن دابا في جا بحال اللي نقولوا جا الوقت، غير هو هادشي ظهر على الاعلان. انا كان هادشي ما يكون كتاب انا اش نقول لك، الحمد لله على اي حاجه.
بغيت غير ان شاء الله وليداتي يرجعوا عندي وعاد تبدل الحياه ديالي، ونحاول ان شاء الله نطور من الحاله ديالي باش نكون ما احسن اللي كنت. انا من النوع اللي ما كنقدرش نعيش العنف، وحيت انا معني، ولكن في لحظه غضب يقدر الواحد يتغاضى شي هضره هكا بسيطه ماشي مشكل، ولكن مرارا وتكرارا لا، حيت الدوام صعيب ان الانسان يشوف هكا ديك واحد كيغوت عليك ولا كينهرك ولا كل ساعه كيسبك ولا كيقول لك كيسب لك والديك او لا بشي طرق راك عارفه، راه ما تقدريش تصبري عليه. النصيحه اللي غنقدم لاختي شنو نقول لك، حيت كل واحد بس براسو كيعايش، يعني ما نقدرش نحكم. بحالي انا شحال من واحد كيقول لي لا صبري مثلا، يعني الناس ما حاسينش ما عارفينش ما بيا، انت عاوتاني انا اختي ما واخا نعيا نعرف ما عرفاش ما بيها، حيت الله اللي عالم ما بيها، واخا تعيا تقول لك الاسرار ديال ما تقولكش. يعني شنقول لك، نقول لها الله يسخر لك في وليداتك ولا يعطيك صحيحه قويه وباش تكوني بيهم. اخوتي كاملين، واختي نجاة الله يسهل عليها ولا يخلي لها مولا دارها، واختي عاوتاني كذلك اختي اللي في فرنسا الله يسهل عليها ويكمل عليها بالخير. ماشي الانتقادات لحقاش الا جاو الناس ينتقدوك وانت هكا تبقاي تقولي انتقدوني، ما عمر الانتقاد يخليك تهبطي. الانتقاد بالعكس خصو يعني اللي تقولي انتقدوني اذا انا شي حاجه مهمه حيت انتقدوني. مثلا عطيتك باغ اكزومبل وصافي، حيت انا راني في دماغ ديك الانسان اللي ينتقدني، ما كنتش في دماغه ما ينتقدنيش، راني مهمله حتى واحد ما يهضر عليا. اذا انا راني في القيمه. وليداتي كنتواصل معاهم وخصوصا الكبيره كنتواصل معاها وكندير معاهم خريجات خفافين على ما يجيو عندي ان شاء الله. والعيشه بالنسبه لي انا عايشه تقريبا اش نقول لك، حيت الوالدين قدامي، الوالده خوتي، يعني هذا الحي هذا حيت تربيت فيه، حيت نخرج كلشي تيعرفني. يعني انا ما محبوبه هذا الحي هذا وفاس كامل تقريبا، يعني ما كنحش بشي محتوى تقريبا. نقول لك، انا كتعجبني الحنه، كنت باغيه ندير غير الحنه في الاول كاع، وفي التالي عجبوني اليوميات اللي كندير مع وليداتي مع الناس وداك الشيء. وفي التالي كتجيني بعض الساعات الملل، كيجيني الاحباط بعض الساعات، ماشي حيت الناس ولا الانتقاد لا، انا كيجيني الملل تنقول لاشين ديالي كتبقاي تخدمي هذا وما مسات ما عطياش اكثر. وانا قلت صافي بعد الساعات كنقول صافي بلا ما نستمر فيها، بحال كندير ديك التعب ديالي كيمشي فابور. وكنت كنقول زعما يا ربي تسهل عليا وطلع القناه ديالي باش انا نتهلا في ولادي وتكبر لي القناه، راك عارفه باش ندخل ليهم المصروف ديال ان بغيت نقريهم، بغيت نتهلا فيهم، بغيت ندير لهم السوايع. راك عارفه دابا 4 الوليدات ماشي ساهلين باش توصل ليهم البليصات ديالهم، وخصوصا الا كنتي ام طموحه باش يكونوا